السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديقي العزيز، أهلا بك في قناة محمود علي تي في. النهاردة هبدأ معاك شرح الفصل الأول من كتاب العادات الذرية، واللي هنعرف فيه مع بعض القوة المدهشة للعادات الذرية، واللي لو اتبعت العادات البسيطة في التغييرات هتحدث فرق كبير. وهنعرف كمان امتى العادات تتراكم لصالحك وامتى تتراكم ضدك، وهنعرف يعني ايه تحقيق تقدم. ومن خلال الحلقة دي هنعرف ليه 99% من الناس ما بيكملوش اللي بدأوه، وهنعرف كمان الفرق ما بين الأهداف والأنظمة. فيلا بينا. في البداية خلينا نحكي لك قصة فريق الدراجين البريطاني، واللي فضل لمدة 100 سنة من 1908 ل 2008 ما فازش إلا بميدالية ذهبية وحيدة في الألعاب الأولمبية. والفريق خلال 110 سنة ما قدرش إنه يفوز بسباق طواف فرنسا ولا مرة، لحد ما المنظمة المسؤولة عن إدارة شؤون سباقات الدراجات الاحترافية في بريطانيا، وبالتحديد سنة 2003 عينت ديف بريلسفورد عشان يكون مدير الأداء لفريق الدراجات البريطاني. وفي الحقيقة أداء الدراجين البريطاني كان ضعيف جدا، لدرجة إن في شركة بتصنع دراجات السباقات في أوروبا رفضت إنها تبيع دراجاتها ليهم، لأنها خافت من احتمالية تأثير أدائهم المتواضع على مبيعاتها من الدراجات لو عرف الدراجين المحترفين في الفرق الثانية إن فريق الدراجين البريطانيين بيستخدموا دراجاتهم في سباقاتهم. ومدير الأداء الجديد بريلسفورد كان مؤمن باستراتيجية تراكم المكاسب الهامشية، واللي هي عبارة عن فلسفة بتهتم بالبحث عن التحسينات الهامشية البسيطة في كل شيء بتفعله. بمعنى انك لو قدرت انك تقسم اي شيء يمكن التفكير فيه فيما يخص او يتعلق بركوب الدراجات، وقدرت انك تحسنه بنسبة 1%، فلما تيجي تجمع الاجزاء المحسنة مع بعضها من تاني هتلاقي نفسك حصلت على زيادة كبيرة في الأداء. وبالفعل بدأ بريلسفورد والمساعدين اللي معاه انهم يعملوا تعديلات بسيطة في كل جزئية متعلقة بدراجات السباقات، زي انهم اعادوا تصميم مقاعد الدراجات من جديد عشان تكون مريحة اكتر، ومسحوا اطارات الدراجات بالكحول عشان تكون ثابتة على الطريق بشكل افضل، وطلبوا من الدراجين انهم يلبسوا ملابس قصيرة بشرط انها تكون مدفئة كهربائيا عشان يقدروا يحافظوا على درجة حرارة مثالية للعضلة اثناء ركوب الدراجات. واستخدموا مستشعرات حيوية عشان تراقب كيفية استجابة الدراجين لتدريبات معينة، واختبروا أنواع من القماش في نفق للرياح، وطلبوا من المتسابقين في الهواء الطلق أنهم يلبسوا سترات التسابق اللي بيلبسوها داخل الصالات لأنها أخف وزن وأقل مقاومة للهواء. ومش بس كده، ده مدير الأداء ومساعدوه واصلوا بحثهم في تحسينات في مناطق غير ملحوظة، وحاولوا انهم يحسنوها بنسبة 1%، زي انهم اختبروا انواع مختلفة من كريمات التدليك عشان يشوفوا انهي كريم بيساعد على التعافي من الإصابات أسرع، واستعانوا بطبيب عشان يعلم الدراجين أفضل طريقة يغسلوا ايديهم بيها عشان يقللوا فرص إصابة الدراجين بالإنفلونزا، ويتحكموا في نوع المخدات والمراتب اللي بينام عليها الدراجين عشان يوفروا لهم نوم افضل كل ليله. ده غير انهم دهنوا الجزء الداخلي من شحنه الفريق اللي بتنقل الدراجات باللون الابيض، وده ساعدهم في العثور على ادق ذرات الغبار اللي في العاده محدش كان بيلاحظها، ولكن ذرات الغبار دي كان ممكن يكون لها تاثير على اداء الدراجات المضبوطه بدقه، وبالتالي تاثر على اداء الدراجين. واخيرا، وبسبب كل التحسينات البسيطه اللي عملها مدير الاداء الجديد بريلسفورد بكل جزء يخص فريق الدراجين البريطانيين، النتائج جت اسرع مما يتخيل اي شخص، لانه خلال 5 سنين من تولي بريلسفورد، وبالتحديد في اولمبياد بكين 2008، فريق الدراجات البريطاني قدر انه يسيطر على 60% من الميداليات الذهبيه المتاحه في مسابقات الدراجات المفتوحه وفي الصالات. وبعدها وب4 سنين، وبالتحديد في اولمبياد لندن 2012، قدر فريق الدراجين البريطانيين انهم يحققوا انجاز غير مسبوق، وحطموا 9 ارقام قياسيه اولمبيه و7 ارقام قياسيه عالميه، واصبح الدراج البريطاني برادلي اول دراج يفوز بطواف فرنسا. وفي السنه اللي بعدها فاز الدراج البريطاني كريس فروم بسباق طواف فرنسا، وكرر الانجاز في سنه 2015 و2016 و2017، وده خلى بريطانيا تفوز بسباق طواف فرنسا 5 مرات في 6 سنين. ومن بعد تولي ديف بريلسفورد دور مدير الاداء لفريق الدراجين البريطانيين في 2003، قدر فريق الدراجين ما بين 2007 و2017 انه يفوز في 178 مسابقه عالميه، وحصلوا على 66 ميداليه اولمبيه او بارالمبيه، وفازوا بطواف فرنسا 5 مرات، ودي تعتبر انجح مسيره في تاريخ سباق الدراجات.
والسؤال هنا، فريق الدراجين البريطانيين اللي كانوا مجرد رياضيين عاديين وفضلوا قرابة ال100 سنة ما حققوش إلا ميدالية ذهبية واحدة، إزاي قدروا إنهم يتحولوا لأبطال عالم بسبب تغييرات بسيطة تبان من الوهلة الأولى وكأنها ما تنجحش إلا في إحداث فارق ضئيل على أفضل تقدير؟ والإجابة على السؤال ده الكاتب هنا بيقول إنه من السهل للغاية إننا نبالغ في تقدير أهمية لحظة واحدة مميزة، وإننا نقلل من أهمية القيام بتغييرات بسيطة بشكل يومي، لأننا في أغلب الأحيان بنقنع نفسنا بأن النجاح الكبير بيكون عايز فعل كبير، سواء الأمر بيتعلق برغبتك في فقدانك لوزن أو رغبتك في تأسيس شركة أو تأليف كتاب أو حتى الفوز ببطولة أو تحقيق أي هدف تاني. مع إنه على العكس التحسن بنسبة 1% ممكن ما يكونش جدير بالثناء ومش ملاحظ من الأساس، إلا إنه ليه تأثير كبير وخاصة على المدى البعيد، لأنك لو قدرت إنك تحسن في شيء بنسبة 1% كل يوم على مدار السنة هينتهي بك الحال بإنك تكون أو هتكون أفضل ب37 ضعف في نهاية السنة. وعلى العكس لو صرت أسوأ فيما تفعله بنسبة 1% كل يوم هيتدهور بك الحال وصولا لنقطة الصفر في نهاية السنة، لأن اللي بتبدأ به سواء كان مكسب بسيط أو خسارة بسيطة هيتراكم ويصبح شيء أكبر بكتير مما تتخيل لو جيت تبص عليه بعد سنة أو 2. والعادات في الأساس هي فائدة مركبة لتحسنك الذاتي، ودي بتزيد زي ما بتزيد الفلوس بفعل الفائدة المركبة، لأن تأثيرات عاداتك بتتضاعف لما تكررها، مع إنها تبان إنها ما تحدثش إلا فارق ضئيل في يوم واحد أو في لحظتها، إلا أن تأثيرها على مدار شهور أو سنين بيكون تأثير كبير، لأن تأثير فوائد العادات الحسنة أو تكاليف العادات السيئة ما بيظهرش بشكل واضح إلا بعد مرور سنة أو 2 أو حتى 5 ويمكن 10 سنين. ومفهوم ان العادات فايده مركبه للتحسن الذاتي صعب ادراكه في الحياه اليوميه، لان احنا ما بيجيش على بالنا ان التغييرات البسيطه اللي بتبان في لحظتها انها ملهاش اهميه ممكن ان يكون لها تاثير كبير مع مرور الزمن. فمثلا لو انت ادخرت مبلغ ضئيل النهارده مش هتبقى مليونير في نفس اليوم، ولو رحت الجيم 3 ايام ورا بعض مش هتوصل لفورمه البيجرامي خلال ال3 ايام، ولو ذكرت اللغه الصينيه لمده ساعه فانت مش هتتعلم اللغه الصينيه بعد الساعه، وده لاننا بنقوم بتغييرات بسيطه الا ان النتائج ما بتجيش بسرعه، وبالتالي اغلب الناس بترجع لسلوكياتها القديمه المعتاده بسبب بطء ظهور نتائج الخطوات والتحسينات اللي بتعملها. والمشكله هنا اننا لو بنتكلم على قرار واحد هتاخده، سواء كان بانك تحسن نسبه 1% من شيء بتفعله او انك ما تحسنهوش، فاحنا هنا لو بصينا له على انه قرار فردي فده ممكن اننا نغض الطرف عنه، ولكن لما يتكرر التحسن بنسبه 1% في الشيء او عدم التحسن مع مرور الزمن فده ممكن يؤدي اما لتحسنك في حال انك حسنت او وقوعك في مشكله كبيره في حال انك تجاهلت التحسين، وده لان نجاحك ناتج عن عاداتك اليوميه مش التحولات اللي بتحصل مره واحده في العمر، زي موضوع الترند اللي بياخد كام يوم وينتهي. وعلى فكرة مش مهم مدى نجاحك من عدمه اليوم، ولكن المهم هل عاداتك بتحطك على المسار الصحيح باتجاه النجاح أم لا؟ ولازم تكون مهتم بمسارك الحالي أكتر من اهتمامك بنتائجك الحالية، لأنك لو كنت مليونير إلا أنك بتصرف كل شهر أكتر من اللي داخل عليك، فأنت كده ماشي على المسار الخطأ، ولو ما غيرتش عادات إنفاقك هينتهي بك الحال إنك هتفلس. ولو ما كنتش مليونير إلا إنك بتدخر جزء من مرتبك كل شهر فأنت كده على الطريق الصحيح نحو التحرر المالي، حتى ولو كنت بتتحرك ببطء، لأن النتائج اللي بتحققها ما هي إلا مقياس متأخر لعاداتك، وده معناه إن إجمالي ما تملكه من أموال هو مقياس متأخر لعاداتك المالية، ووزنك هو مقياس متأخر لعاداتك في تناول الطعام ونظامك الصحي، ومعرفتك هي مقياس متأخر لعادات التعلم عندك، والفوضى الضاربة في منزلك هي مقياس متأخر لعادات التنظيف لديك، لأنك بتجني ثمار ما تواظب على تكراره، والزمن قادر إنه يعظم الهامش بين النجاح والفشل، هو بالفعل هيعظم أي حاجة هتعملها، فالعادات الحسنة هتخلي الزمن حليفك في الوقت اللي العادات السيئة هتخلي الزمن عدوك، وده معناه إن العادات سلاح ذو حدين، السيء منها هيدمرك والجيد منها هيبني حياتك. لحظات النجاح اللي بتشوفها الناس في العادة بتكون نتيجة لأفعال وقرارات كتير سبقتها، واللي بتؤدي لتراكم الطاقة المطلوبة لإحداث تغيير كبير، إلا أن العادات في البداية بتبان لك وكأنها مش هتعمل فرق كبير لحد ما تعدي عتبة حرجة معينة وتفتح مستوى جديد من الأداء، بمعنى أنه في المراحل الأولى والمتوسطة من أي سعي منك بتحسين شيء بتواجه منطقة تسمى وادي الإحباط، واللي قبلها أنت بتتوقع أنك هتحقق تقدم ونتائج مبهرة وسريعة، ولكنك بتتفاجأ على أرض الواقع بأن التغييرات ما بتكونش على المستوى المتوقع، وبالتالي بتدخل في منطقة وادي الإحباط
واللي بتحس فيها بانك مش هتقدر تحقق اي شيء، الا انه على العكس دي علامه على عمليه تراكميه بتيجي بعدها النتائج المتوقعه ويمكن اكتر من المتوقع، ولكن بصوره متاخره. ودي تعتبر سبب من الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي من الصعب بناء عادات تدوم، لان الناس بيقوموا بعمل تغييرات قليله وصغيره ثم يفشلوا في المنطقه المعروفه بوادي الاحباط لعدم رؤيتهم لنتائج ملموسه، فيقرروا انهم يتوقفوا عن بناء العادات الجيده اللي بتدوم. فمثلا لو بتمارس الجري من شهر ولكن مش شايف تغيير على جسمك، فهنا لو استولى على تفكيرك فكره عدم ظهور نتائج خلال الشهر اللي مشيته، فانت كده هيكون سهل عليك انك تتخلى عن عاده الجري لانك ما شفتش نتيجه خلال الشهر. الا انك اسمح لي هنا خليني اقول لك ان انت مستعجل، لانك عشان تعمل شيء فارق ومعني لازم تصبر، لان العاده بتحتاج انها تدوم فتره كافيه عشان تقدر تساعدك تعدي مرحله وادي الاحباط والمعروفه بمرحله القدرات الكامنه. لانك لو لقيت نفسك بتعاني في سبيل بناء عاده حسنه او التخلص من عاده سيئه، فده مش راجع الى انك فقدت قدرتك على التحسن، ولكن ده معناه انك لسه ما عدتش مرحله وادي الاحباط والمعروفه بمرحله القدرات الكامنه، اللي لو عديتها ساعتها بتشوف نتائج كل الخطوات والتحسينات اللي عملتها. وبعد خروجك من مرحله القدرات الكامنه الناس هتقول على نجاحك بانه حصل ما بين ليله وضحاها او عشيه وضحاها، لان العالم الخارجي مش بيشوف الا الحوادث المؤثره وما بيشوفش المعاناه اللي انت عانيتها، الا انك انت الوحيد اللي هتكون عارف ان العمل اللي قمت بيه منذ وقت طويل لما كان ظاهر لك انه ما بيحققش اي تقدم هو اللي خلاك تنجح ويخلي نجاحك ممكن اليوم. ومثال على كلامي ده، من الممكن ان صفيحتين تكتونيتين يحتكوا مع بعض لملايين السنين، وطول السنين دي كان بيتصاعد الضغط من احتكاكهم ببعض، وفي يوم من الايام تحتك نفس الصفيحتين التكتونيتين ببعض من جديد بنفس الطريقه اللي كانت بتحصل من سنين، ولكن المره دي الضغط بيكون اكبر من اللازم وبالتالي بيحصل زلزال، وده معناه ان التغيير ممكن انه يستغرق سنين قبل ما يحصل ويظهر للعلن. في العادة كنا بنتوقع ان النجاح بيكون خطي او على اقل تقدير بيكون سريع، ولكن في الواقع نتائج جهودك بتيجي متأخرة، لانه من الممكن انك تقضي شهور او سنين عشان توصل للنتائج المتوقعة عن عاداتك، وده بيخليك تدخل في منطقة وادي الاحباط واللي بتحس فيها بفقدان الهمة بعد قضاء اسابيع او شهور او حتى سنين من العمل الجاد بدون ما تحقق اي نتائج، الا انه على العكس عملك ما ضاعش هدر ولكنه كان مخزن، ومش هتتكشف القيمة الكاملة لجهودك السابقة إلا بعد مرور وقت طويل. والأهداف بتكون معنية بالنتائج اللي عايز تحققها، والأنظمة بتكون معنية بالعمليات اللي بتؤدي لتحقيق النتائج اللي أنت عايز تحققها من أهدافك. فمثلا لو كنت مدرب ممكن يكون هدفك هو إنك تفوز بالبطولة، ولكن نظامك هو الطريقة اللي هتستخدم بها اللاعبين وتدير المدربين المساعدين وتباشر عمليات التدريب. ولو كنت رائد أعمال ممكن يكون هدفك بناء شركة تساوي ملايين الدولارات، أما نظامك فهو الكيفية اللي هتختبر بها أفكار المنتجات وتعيين الموظفين وإجراء الحملات التسويقية. والسؤال هنا، لو انت تجاهلت اهدافك وركزت على نظامك هل هتقدر تحقق النجاح؟ بمعنى اذا كنت مدرب كرة سلة وركنت هدفك المتمثل في الفوز بالبطولة وركزت فقط على اداء فريقك في التدريب كل يوم، هل هتحقق النتائج بانك تفوز بالبطولة؟ الكاتب هنا بيقول اعتقد انك هتقدر انك تحقق النتائج وتحقق الفوز بالبطولة، لانك اذا كنت عايز تحصل على نتائج افضل لازم تنسى موضوع تحديد الاهداف وتركز على نظامك اللي هيخليك تحقق اهدافك، لان النظام اللي بتتبعه وانت في طريقك لتحقيق الاهداف هو اللي هيخليك تحقق اهدافك وتوصل للنتائج اللي انت متوقعها او بتامل انك توصل لها. وسؤال ثاني، هل الاهداف عديمة الفائدة تماما؟ في الحقيقة الكاتب هنا بيقول بالطبع لا، لأن الأهداف مفيدة لأنها بتحدد لك الاتجاه، إلا أن الأنظمة اللي بتتبعها هي اللي هتخليك تحقق تقدم وتشوف نتائج أهدافك. وعلى فكرة هتظهر لك مشاكل وعراقيل كتير لو ركزت على أهداف وتحقيق النتائج أكتر من تركيزك على وضع النظام اللي هتمشي عليه عشان توصل لتحقيق أهدافك. وده معناه أن تحديد الأهداف مش وحش، لكن الخطوة المهمة بعد تحديد الأهداف هي وضع النظام اللي هيوصلك لمرحلة تحقيق النتائج أهدافك. وفي الفصل الأول اللي أنا بشرحه لك حاليا الكاتب قال إنها هتواجهك 4 مشاكل بتتعارض مع تكوين عادات حسنة وتطويرها أو تحسينها بنسبة 1% أو التخلص من عادة سيئة. ومن المشاكل دي إن الرابحون والخاسرون بيكون لهم نفس الأهداف، وإن الأهداف بتحد من سعادتك وبتتعارض مع التقدم طويل الأمد، وإن تحقيق الأهداف ما هو إلا تغيير لحظي.
وعشان نفهم اكتر يلا نبدا نشرح مشكله من المشاكل اللي هتواجهك. مسألة تحديد الأهداف بتعتبر تجسيد لعملية الانحياز للبقاء، لأن إحنا بنبص على بعض اللي نجحوا واللي كتب لهم البقاء وبنفترض مخطئين إن الأهداف الطموحة ليهم هي اللي أدت لنجاحهم، وبنتغافل عن الناس اللي كان ليهم نفس الأهداف ولكنهم ما نجحوش، لأن كل رياضي أولمبي بيكون عايز يفوز بالميدالية الذهبية، وكل مرشح لوظيفة عايز يفوز بالوظيفة، وعشان كده بما إن الناجحين وغير الناجحين بيتقاسموا الأهداف نفسها، فبالتالي فكرة إن الهدف هو اللي بيحدث الفارق بين الرابحين والخاسرين مش موجود. والدليل على ده ان فريق الدراجين البريطاني ما كانش هدفه انه يفوز بسباق طواف فرنسا هو اللي وصلوا لقمه اللعبه، لانه من الطبيعي انهم كانوا عايزين يفوزوا بالسباق في كل مره سباق دخلوها خلال ال100 سنه اللي سبقت تولي بريلسفورد مهام مدير الاداء للفريق، زيهم زي اي فريق تاني، لأن الهدف كان موجود بالفعل في كل مرة دخلوا فيها السباق، ولكنهم ما قدروش يحققوا نتيجة مختلفة إلا لما طبقوا نظام من التحسينات الصغيرة والمتواصلة. خلينا متفقين ان تحقيق الهدف ما بيغيرش حياتك الا تغيير لحظي، وهي دي الصفه المتناقضه مع عمليه التحسين المستمره اللي بتكون العاده الحسنه او بتساعدك في التخلص من عاده سيئه، لان احنا بنبقى فاكرين اننا بحاجه لتغيير نتائجنا رغم ان النتائج مش هي المشكله، لان اللي احنا محتاجينه اننا نغير النظام اللي بنتبعه واللي بيتسبب في وصولنا للنتائج اللي كل مره بنبقى عايزين نغيرها، وده معناه ان حل المشكلات على مستوى النتائج يعتبر حل مؤقت، وعشان تحل الموضوع بشكل جذري لازم تحل المشكله على مستوى النظام اللي بتتبعه، لانك لو صلحت المدخلات المخرجات هتتصلح من تلقاء نفسها. ومثال على ده لو ان غرفتك مش مرتبه ولا منظمه، وحاطط على السرير بنطلون وعلى الكرسي تيشيرت وعلى التسريحه سايب علبه الكريم مفتوحه والمشط واقع على الارض والسجاده على الارض مش مفروده، وجيت خدت قرار بينك وبين نفسك بانك هترتب غرفتك وتنظمها، كان هدفك يتحقق بان الغرفه هتترتب وهتتنظم، ولكن الترتيب والتنظيم ده هيكون بشكل لحظي ومؤقت، لانك لو رجعت لنفس عاداتك اللي بتتبعها في يومك العادي داخل غرفتك كل حاجه هترجع من تاني مش مرتبه ومش منظمه، لو تغييرك كان على مستوى النتائج مش على مستوى النظام اللي المفروض تمشي عليه بان كل حاجه تكون مرتبه وفي مكانها ومنظمه. والخلاصه هنا لو عالجت العرض من غير ما تعالج المرض كل مره هترجع لنفس الدائره، ولكن لو عالجت المرض مش العرض مش هتتكرر معاك نفس النتائج اللي كل مره بتكون عايز تغيرها. الكاتب هنا بيقول ان المشكله متعلقه بعقليه التركيز على الاهداف. اولا هي انك هتواصل تاجيل الشعور بالسعاده لحد ما تحقق الهدف المرحلي اللي انت محدده، وبيقول انه وقع في الفخ ده اكتر من مره، زي انه كان بيوعد نفسه بانه بمجرد ما يكتسب 20 رطل من العضلات او بعد ما تظهر شركته في مجله نيويورك تايمز ساعتها هيتمكن من الاسترخاء. وبيقول كمان ان الاهداف بتخلق صراع في النفس من نوعيه اما او، بمعنى اما اني احقق اهدافي وبالتالي اكون ناجح، او افشل في تحقيق اهدافي وبالتالي اتعرض للاحباط، وقال انك بتوضع نفسك في صراع اما اني انجح وبالتالي اكون سعيد، او افشل وبالتالي هتتعرض للاحباط، فانت كده بتحبس نفسك عقليا في نسخه ضيقه من السعاده، وده امر مضلل ومن غير المرجح انه يتوافق مع مسارك الفعلي في الحياه مع الرحله اللي بتحطها في عقلك عند البدء، لانه مش من المنطقي انك تقصر رضاك على سيناريو وحيد طالما في مسارات كتير ممكن انها توصلك للنجاح. وعشان كده عقليه التركيز على الانظمه اولا بتقدم لك الترياق المناسب، لانك لما تقع في حب العمليه نفسها وليس المنتج النهائي مش هتستنى انك تمنح نفسك الاذن عشان تكون سعيد، لانك من الممكن انك تشعر بالرضا في اي وقت بيعمل فيه النظام اللي انت محدده عشان توصل للنتائج اللي عايز تحققها. كتير من العدائين بيتدربوا لشهور، ولكن بمجرد عبورهم خط النهايه بيوقفوا تدريبات، لان السباق لم يعد موجود عشان يحفزهم، ودي مشكله كبيره، لان لو كان عملك الجاد كله منصب على هدف محدد ايه اللي هيتبقى لك عشان يدفعك للامام بعد ما تحقق الهدف اللي كنت عايز توصل له؟ وعشان كده ناس كتير بترجع لعاداتها القديمه بعد ما تحقق او توصل للهدف او النتيجه اللي كانت عايزه توصل لها. والخلاصة هنا إذا كان الغرض من تحديد الأهداف هو إنك تفوز بالمباراة، فالغرض من بناء النظام هنا هو استمرارك في لعب المباراة. والتفكير طويل الأمد هو تفكير ما بيعتمدش على الأهداف، لأنه هو مش معني بأي إنجاز منفرد، ولكنه معني بدورة التنقيح اللانهائي والتحسين المتواصل، وبالتالي التزامك بالعملية هو اللي هيحدد مقدار تقدمك ونجاحك.
خلاصة الفصل الأول من كتاب العادات الذرية إنك لو كنت بتواجه صعوبة في تغيير عاداتك، خليك عارف إن المشكلة مش فيك، ولكن المشكلة في النظام اللي بتتبعه، وإنك ما بتكررش العادات السيئة نفسها مرارا وتكرارا لأنك مش عايز تغيرها، ولكن لأنك بتتبع نظام خاطئ في التغيير. وفي جملة جميلة عجبتني في الفصل ده، واللي هي إن أنت ما بترتقيش لمستوى أهدافك، ولكنك بتهبط لمستوى نظامك اللي بتتبعه. وده معناه إن وصولك للنتائج ما بتكونش على مستوى الأهداف اللي أنت حاططها، ولكنها بتكون على قدر النظام اللي أنت ماشي عليه عشان توصل لنتائج الأهداف بتاعتك. ولحد هنا انتهت الحلقة. استنوني في الحلقة اللي جاية إن شاء الله مع الفصل الثاني من كتاب العادات الذرية. وفي النهاية أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.